في ناس دايما بتسأل السؤال ده، هو مش كل حاجة مكتوبة؟ طيب ليه أدعي؟ الدعاء هيغير إيه؟ الحقيقة إن الدعاء مش ضد القدر، الدعاء جزء من القدر نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء. العلماء قالوا إن القدر نوعين: القدر المبرم والقدر المعلق. القدر المبرم هو القضاء اللي ربنا كتبه من الأزل ومش بيتغير ولا بيتبدل، لا بدعاء ولا بغيره. أما القدر المعلق فهو اللي مكتوب في الصحف اللي مع الملائكة، وده بيكون مربوط بأسباب أو شروط معينة. يعني ممكن يتغير لو حصل السبب اللي مكتوب معاه، زي الدعاء أو الصدقة أو عمل خير. وخد بالك، الدعاء مش بيغير علم ربنا، لا، كل ده مكتوب ومعلوم عند ربنا في اللوح المحفوظ من الأول. ربنا كاتب من البداية إنك هتدعي، وإن الدعاء ده هو اللي هيبدل الحال. يعني كتب الدعاء والنتيجة مع بعض، بس اداك الفرصة تعيش اللحظة دي وتشوف رحمته وهو بيبدل قدرك بدعوة خرجت منك بصدق. الدعاء مش مجرد طلب، الدعاء اعتراف بالعجز وإعلان إنك محتاج ربك وواثق في قدرته. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء علمت أن الإجابة معه. يعني لو لقيت نفسك بتدعي، اعرف إن ربنا هو اللي ألهمك الدعاء ده، وده لوحده علامة رضا واستجابة. ربنا ممكن ما يمنعش البلاء كله، لكن ممكن يغير نتيجته بدعوة واحدة طلعت منك وانت مكسور. وساعات ربنا ما بيستجبش، أو ده اللي بعض الناس فاكراه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، أو يدخرها له في الآخرة، أو يصرف عنه من السوء مثلها. يعني كل دعوة ليها رد، بس مش دايما الرد اللي انت متخيله. ممكن تكون طلبت حاجة وربنا شايف إنها تأذيك فصرفها عنك، أو يمكن بيأخرها علشان يقربك منه أكتر. لما تدعي وتفضل تلجأ لربنا، انت كده بتتعلم معنى الافتقار إليه، وده من أحب وأعظم العبادات لله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو كشفت حجب الغيب ما اختار الإنسان إلا ما اختاره الله له. اختيارات ربنا لينا دايما أحسن من اختياراتنا لنفسنا، حتى لو مش فاهمينها دلوقتي. ساعات ربنا بيأخر الاستجابة علشان يجهزك، علشان تنضج، علشان تعرف قيمة النعمة قبل ما توصلك. اللي بيجي بسرعة بيروح بسرعة. بس خلي بالك، الاستعجال في الدعاء ممكن يمنع الاستجابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي. الاستعجال هنا مش معناه إنك بتلح على ربنا، لكن معناه إنك تزهق وتقول أنا بدعي ومفيش حاجة بتحصل، فتبطل دعاء علشان مش شايف نتيجة. فأوعى تسيب الدعاء علشان متضايق من التأخير. ربنا ممكن يكون بيحضر لك استجابة عظيمة بس في الوقت الصح، وساعتها هتفهم إن التأخير كان أكرم حاجة حصلت لك في حياتك. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير.